سؤال اليوم: من هو أول من أمر بجمع القرآن الكريم؟ لديكم 10 ثواني للإجابة. أول من أمر بجمع القرآن الكريم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث كلف الصحابي زيد بن ثابت بجمع القرآن والتثبت منه. من الذي أشار على أبي بكر بجمع القرآن؟ أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر بجمع القرآن بعد معركة اليمامة واستشهاد ما بين 600 و700 من المسلمين، بينهم عدد كبير من الحفظة، فأمر أبو بكر زيد بن ثابت بجمع القرآن وتتبعه وجمع الصحف كلها عند أبي بكر حتى توفاه الله. كم سنة استغرق جمع القرآن الكريم؟ استغرق جمع القرآن 2 من العام 11 للهجرة حتى العام 13 للهجرة. من هو أول من كتب القرآن الكريم في مصحف واحد؟ أبو بكر الصديق هو أول من أمر بجمع القرآن الكريم في موضع واحد، لكن كتابة سور القرآن الكريم في مصحف واحد كانت في عهد الخليفة عثمان بن عفان. شكرا لكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو.